في ليالي الأبطال الممتعة والمثيرة انتهت مواقع الذهاب في انتظار ما ستبوح به مباريات الإياب. نتائج اتضحت معالمها بشكل كبير، وأخرى لفها الغموض وتأجلت فيها كلمة النهاية لأسبوع على الأقل، بين من استعرض عضلاته وضرب بقوة دون تهاون، ومن حاول الخروج بأقل الأضرار عله يجد ضالته في عودة الحسم. الأرض ابتسمت لأصحابها في مواجهات ثلاث: مانشستر سيتي، AC ميلان، وريال مدريد، بينما خسر بنفيكا الرهان في ملعبه أمام إنتر. البداية مع موقعة ريال مدريد وتشيلسي. نتيجة وأداء تفوق حامل اللقب بثنائية بنزيما وأسينسيو مع الحفاظ على نظافة شباكه خالية من الأهداف. تشيلسي الذي عكست نتيجته ما يعاني منه فنيا وإداريا، تراجع كبير على جميع المستويات رغم كونه أكثر الأندية إنفاقا من أجل تدعيم صفوفه. زملاء النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور حققوا المهمة في انتظار الأهم. رحلة الدفاع عن اللقب متواصلة، والأرقام تتهاوى أمام القائد كريم بنزيما الذي وصل لهدفه ال20 ضد الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال، كما نجح في الوصول لهدفه ال90 في أغلى مسابقات خلال مشواره الكروي، على بعد هدف واحد من البولندي روبرت ليفاندوفسكي كثالثي هدافي دوري الأبطال بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. في ليلة تفوق الأستاذ كارلو أنشيلوتي على تلميذه لامبارد، حقق ريال مدريد أول فوز له على تشيلسي في ملعبه برنابيو. من مدريد إلى ميلانو، أحلام الروسونيري باستعادة أمجاد الأبطال لا تتوقف بتفوقه بهدف نظيف أمام نابولي من توقيع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر. نتيجة ملغمة ستجعل لقاء العودة يلعب على صفيح ساخن في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها زملاء كفاراتسخيليا هناك في ملعب دييغو أرماندو مارادونا. النيراتزوري ومن خارج القواعد عاد بانتصار مهم أمام بنفيكا البرتغالي. ثنائية مهمة ستعقد مهمة النادي البرتغالي في إياب سانسيرو. سيموني إنزاغي أكد أن بلوغ ربع نهائي الأبطال أقل ما يمكن أن يحققه هذا الموسم بأقدام فريق يلعب بانضباط تكتيكي مذهل. في ملعب الاتحاد رقص مانشستر سيتي على أنغام النصر تحت المطر عندما دك حصون بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة وبسط نفوذه على مجريات اللقاء. بيب غوارديولا لقن خصمه توخيل درسا تكتيكيا بأسلحة فتاكة، أبرزها النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي أزعج دفاعات البافاريين ومنع المدافعين من منح الزيادة العددية في البناء الهجومي للضيوف، ليضع بذلك السيتيزنز قدما ونصف في المربع الذهبي. أم المعارك المنتظرة بين الميرينغ مدريد والقادم بقوة مانشستر سيتي، مواجهة ثأرية تلوح في الأفق بعدما اقترب المان سيتي والبلانكوس من حجز بطاقتي نصف النهائي في صدام قد يكون المنتصر فيه بطل الأبطال في النسخة الحالية من بطولة ذات الأذنين. فترى هل يحتفظ المنتصرون ذهابا بأفضلية النتائج لتحقيق العبور، أم أن قمم الإياب ستفجر مفاجآت لم تكن بالحسبان؟ حكيم الزاري عن قناتكم كرة وبس. الضرب على النواصي بيد من حديد في المحافل الكبرى من اختصاص عملاق إسبانيا وكبير العاصمة مدريد. في كلاسيكو الغضب والمشاحنات برسم منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كرنفال أهداف أمطر فيه الميرينغ شباك مضيفه برشلونة بنتيجة عريضة قوامها 4 أهداف بالتمام والكمال، وكل هذا في معقله كامب نو. هيمنة بيضاء بالطول والعرض على مجريات اللقاء ودروس كروية بالجملة كسر بها أنشيلوتي ظهر خصمه تشافي بعدما أذاقه الأخير مرارة الخسارة في 3 مناسبات كلاسيكو على التوالي، ليضرب الملوك موعدا مع أوساسونا في نهائي الكوبا ديل ري بتفوق كبير على مستوى النتيجة والأداء، وكل هذا على ملعبه كامب نو. من يصوم ويسقط الخصوم، ومن يضرب بالثلاثة في عقر الدار وبين آلاف المشجعين والأنصار. رباعية مدريد كان للحكومة منها نصيب الأسد بتسجيله هاتريك تحت أنظار ليفا، والثاني تواليا بعد ثلاثيته في مرمى بلد الوليد، وكل هذا في رمضان. تقبل الله منا ومنكم. كيف لا يصح كل الذي قيل، وهذا الجلاد الذي لا يرحم مر من هنا
كلاسيكو الكأس كان شاهدا على تسجيل بنزيما أول هاتريك ملكي في شباك برشلونة بملعبه كامب نو منذ بوشكاش عام 1963. الثأر تحقق بأفضل صورة ممكنة بأقدام جيل يعرف جيدا كيف يعيد الاعتبار ويرفع همم العاشقين والمتيمين بهذا الشعار. نثر لوكا سحر أيامه الخوالي وأعاد ألابا التوازن للخطوط الخلفية ليكتسي الملعب الأبيض الملكي في كل جنباته في ليلة إذلال برشلونة وقلب الطاولة على أصحاب الدار بعد انتصار الذهاب بهدف نظيف هناك في ملعب سانتياغو برنابيو. النادي الكتالوني الذي بدا متأثرا بغياباته ظهر بصورة باهتة، دفاع مهترئ ثم غياب للحلول على مستوى الخط الأمامي أمام الاستماثة والتنظيم المحكم لخطوط الضيوف. ضاعت أحلام زرقاء اليمامة وظل البلوغرانا طريق الثنائية أمام حسرة وأسف عشاقه ومحبيه، كل هذا في ملعبه كامب نو. نتيجة ثقيلة سيكون لها ما بعدها بكل تأكيد بكسر قاعدة باتت معتادة في الأعوام الأخيرة عندما يكون ريال مدريد في أفضل أحواله لا يتجاوز الفارق 3 أهداف مع الاحتفاظ على نظافة الشباك. قد يسامح ولكنه لا ينسى أبدا. أنشيلوتي رد على المنتقدين عندما منح خصمه أملا في الحياة قبل أن يختار الزمان والمكان المناسبين لرد الاعتبار والتأكيد على الجاهزية الكاملة للغمار الأوروبي ليصح فيه القول الثابت الوحيد الذي يعرف جيدا كيف ينير عتمة دربه نحو مراده وأهدافه. في كاتالونيا واقع الحال يقول أن المصائب لا تأتي فرادى كما تقول الأسطورة. توالت الضربات من كل الجهات على إدارة لابورتا، بعبع نيغريرا خارج الميدان وفزاعة الأبيض الملكي داخله، فإلى أين المفر؟ فيني يختار الرقص على جراح برشلونة هذه المرة بعدما أخرج منافسه عن السيطرة. عانى برشلونة وتفوق الملك. المنطق الآن يقول إن كان برشلونة سيمثل أمام القضاء الإسباني فالريال بدوره يجب أن يحال على لجنة الانضباط والتأديب بسبب ما فعله بغريمه برشلونة. وفي رمضان حكيم الزيري عن قناتكم كورة وبس. متابعي قناة كورة وبس الأوفياء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لتقديم الأفضل والأروع في قادم المواعيد.